تحضيرات المنتخبات الوطنية للفوتسال، ماتشات ودية ومعسكرات باش نواصلوا التطور. السلام عليكم. كيف كتعرفوا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دايرة مجهود كبير باش تهيئ منتخباتنا ديال الكرة داخل القاعة. المنافسات قوية جاية. هاد الأسابيع دارت الجامعة ماتشات ودية ومعسكرات للمنتخبات ديالنا، كل شي بحساب وخدمة بواحد استراتيجية واضحة. هادشي علاش هاد الفيديو غادي نعرفوا ثلاثة ديال الحوايج. أولا تصريح صحفي ديال هشام دكيك علاش اختار يواجه فرنسا وديا. ثانيا غادي نتحدثوا على البطولة الودية للسيدات في كرة القدم داخل القاعة اللي عرفتها بلادنا مؤخرا. وثالثا غادي نشوفوا الأهداف من المعسكر التدريبي للمنتخب الرديف للفوتسال. إليكم التفاصيل، وقبل ذلك رجاء اشتراك ولايك في القناة وشكرا. أهلا وسهلا من جديد. علاش دكيك اختار يواجه فرنسا وديا؟ في التصريحات الصحفية أكد الناخب الوطني هشام دكيك أنه قرر يلعب ضد فرنسا حيث المستوى ديالهم قريب لينا، خصوصا بعدما دوزوا بجوج أداء زوين في المونديال اللي فات في أوزباكستان. الماتش هذا غادي يكون فرصة زوينة باش نحسنوا من أداء منتخبنا، خاصة بعد ما تعلمنا بزاف ديال الدروس من المونديال. فوق هادشي فرصة باش تكيك يشوف كيفاش غادي تكون الجاهزية ديال اللاعبين، خاصة اللي راجعين من الإصابة. منتخب فرنسا منتخب قوي، واللعب ضدهم غادي يزيد يقوي اللاعبين ديالنا ويحضرهم للمنافسات الجاية. البطولة الودية للسيدات في كرة القدم داخل القاعة في نفس السياق دارت الجامعة بطولة ودية للسيدات من 23 حتى 27 أكتوبر الماضي، وشارك فيها منتخب أوزباكستان 18 عالميا، والبحرين 36 عالميا، والمنتخب المغربي 65 عالميا. هذه البطولة جات في إطار تحضيرات لبطولة كأس إفريقيا وكأس العالم في الفلبين 2025. البنات ديالنا تحت قيادة المدرب عادل السايح قدموا أداء مزيان. ربحنا البحرين في جوج ماتشات بنتائج قوية 5-1 و6-1، وتبادلنا الفوز مع أوزباكستان 1-4 و7-5. الماتشات زادوا من الحماس ديال البنات وخلاوهم في الجو التنافسي اللي غادي يحتاجوه للبطولات الجاية. معسكر إعدادي للمنتخب الرديف، وبالنسبة للمنتخب الرديف غادي يدخلوا المعسكر التدريبي في مركب محمد السادس بالمعمورة ابتداء من 3 حتى 8 نوفمبر 2024 مع المدرب عادل السايح، واستدعى 20 لاعب من داخل وخارج المغرب باش يزيدوا يتدربوا ويتحسن الانسجام بيناتهم. المعسكر غادي يجهز اللاعبين الرديف ويقويهم باش يكونوا في المستوى اللي خصنا، وحتى يقدروا يدعموا الفريق الأول مستقبلا. إخواني وأخواتي، هاد التحضيرات كيبينوا الرغبة الكبيرة ديال الجامعة في أنها توصل منتخباتنا لأعلى مستوى، وتبقى الكرة داخل القاعة المغربية دائما متألقة، سواء عند الرجال ولا عند السيدات. رجاء ما تنساوش لايك واشتراك وشكرا.